عرض مالي كبير يقرب حكيم زياش من وجهة غير متوقعة. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة، وهيا نبدأ. تلقى النجم المغربي حكيم زياش المحترف في صفوف نادي غالاتاسراي التركي عرضا مغر من الناحية المالية من أحد الأندية السعودية من أجل انتدابه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي. المعلوم أن حكيم زياش انتقل قبل أيام قليلة فقط بصفة نهائية إلى نادي غالاتاسراي بعدما فعل النادي التركي بند شراء ما تبقى من عقده من إدارة نادي تشيلسي، وكان يتوقع الجميع أن حكيم زياش سيلعب الموسم القادم مع نادي غالاتاسراي التركي، لكن ظهر هذا المستجد المفاجئ الذي قد يقلب كل شيء وقد يقلب مستقبل حكيم زياش رأسا على عقب، من الاستمرار مع نادي غالاتاسراي إلى الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي. فمن هو هذا النادي وما هو الراتب الضخم الذي عرض عليها، وما الذي قاله وكيل أعمال حكيم زياش لإدارة غالاتاسراي من أجل تسريع الانتقال؟ تقارير تركية موثوقة أكدت أن وكيل أعمال حكيم زياش عقد اجتماعا مع إدارة بطل الدوري التركي، إدارة نادي غالاتاسراي التركي، وأطلعهم خلال الاجتماع بتفاصيل العرض السعودي الذي توصل به من أجل انتداب حكيم زياش، وأخبرهم بحسب ذات المصادر بمحاولة تسهيل خروج حكيم زياش في سوق الانتقالات الصيفي الحالي صوب هذا النادي السعودي. وبالتالي فمطالبة وكيل أعمال حكيم زياش لإدارة غالاتاسراي بتسهيل خروجه يعني أن حكيم زياش يرغب في مغادرة غالاتاسراي صوب هذا النادي السعودي، وهو ما يمكن اعتباره قرار مفاجئ من حكيم زياش قد يفاجئ فئة عريضة من الجماهير المغربية. بالنسبة لهوية هذا النادي السعودي فقد أكدت تقارير سعودية أن الأمر يتعلق بنادي الشباب الذي يلعب تحت لوائه المغربي الآخر غانم سايس قائد المنتخب المغربي. كما أن جريدة هيسبريس أكدت أن إدارة نادي الشباب قدمت عرضا أو راتبا ماليا مغريا لحكيم زياش، عقد لمدة 2.5 سيتقاضى فيها ما مجموعه 37.5 مليون يورو، أي بما معدله 15 مليون يورو كراتب في كل سنة. أموال تترعرع، أليس كذلك؟ ذات التقارير التركية من بينها جريدة الصباح أشارت إلى أن إدارة نادي غالاتاسراي لن تمانع رحيل حكيم زياش، ولكنها لن تسمح برحيله إلا بعرض مالي لا يقل عن 10 ملايين يورو. وأشارت إلى أن مدرب الفريق التركي أوكان بوروك الذي كان متشبتا بخدمات حكيم زياش أصبح هو الآخر موافقا على مغادرة حكيم زياش، ولكن بشرط أن ينتدب الفريق التركي لاعبا بمثل قيمة زياش لكي يعوض رحيله المرتقب. إذن فكخلاصة حكيم زياش قريب من مغادرة غالاتاسراي صوب نادي الشباب السعودي براتب سنوي ضخم.